السلام عليكم. ماشي خويا هذا اللي ناس حدايا هي علم الله شحال من روح خرجت من شي مرات كنسمع الصوت ديال المراه نشوف يد كتخرج بشويه علاش تقول دوك البلاص بغاو يتحرقوا حتى واحد الفوت يا ربي السلامه. انا يونس، هاد العام هذا نكون كملت 35 سنه، خدام في واحد الحبس كبير مسدودين فيه غير الناس ديال الجنايات. هاد الحبس هذا معروف في كاع الدوله اللي ساكن فيها انايا، معروف بالخطوره ديالو والمجرمين اللي مشدودين فيه. هاد الحبس هذا حيت كبير ضروري غادي تكون فيه غرفه ديال الاعدام. بزاف ديال المرات وانا خدام كنشوف الناس اللي كيدخلوا لديك البيت كيدخلوها ما كاملاش 10 ديال الدقائق كيخرجوا منها جوج حتى بلا روح. بزاف ديال المرات سمعت الجمله الشهيره شنو اخر طلب عندك قبل ما تموت. نقدر نقول لكم في 17 عام اللي خدمت في هذا الحبس هذا شفت تقريبا شي 450 حاله ديال الاعدام هنا في هذا البيت هذه. علم الله شحال من روح خرجت من هذا البيت هذه اللي صراحه كتخلع ديالها بصح. غتشوفها في الباب ديالها كتحس بداك الشعور ديال داك الانسان اللي محكوم بالاعدام في اخر الدقائق ديالو. سمعت بزاف ديال الطلبات اللي قالوها المحبسيه قبل ما يتعدموا، طلبات اللي غريبه وبشكل تتحسك بالقيمه ديال الحياه. ولكن هذا الشيء كامل حتى حاجه قدام الخدمه ديال الليل كيكون كلشي ناعس، واحد السكات وهدوء غريب ما كيدخلش للخاطر. وانا بوحدي في البوست ديالي في الكولوار اللي كيدي للغرفه ديال الاعدام. في الاخر ديال هذا الكولوار كتلقى باب مسدود بقفل كبير، هذيك هي الغرفه ديال الاعدام. في دوك الايامات اللي كتكون نوبتي ديال العسه في الليل كنسمع شي اصوات غريبه جايه من الداخل ديال ديك الغرفه. مره كنسمع شي واحد تيعيط لي بسميتي بحال باغي مني نعاونو في شي حاجه. شي مرات كنسمع الصوت ديال المراه كتعيط وكتطلب النجده، واخا هذا الحبس هذا اصلا ديال الرجال ماشي ديال العيالات. وانا باش نتجاهل هاد الاصوات هادي كندير لي زيات في ودني ونجهد ليهم الجهد ديال السوشون، كندير اي حاجه الراديو والقران، المهم باش نسي دوك الاصوات. ما عرفتش هادشي واش غتخيلات ولا بصح، حيت كما قلت لكم في الاول الالاف ديال الارواح خرجت من ديك البيت، وكل سيمانه على الاقل كيتعدموا واحد 4 ديال الناس تمايا. انا بكثرت ما سمعت دوك الاصوات صافي تقول بحال تقول قلبي مات وولفت على داك الشيء، ولا تيجيني هاد الشيء عادي. حتى لواحد الليله باقي عاقل ديك الليله كانت في شهر جوج، كان البرد والشتا مجهدين، كان الصوت ديال الرعده قويه بزاف. ديك البيت ديال الاعدام كتكون مسدوده بواحد القفل الكبير، والسارود ديالو كتكون عند الشاف اللي ما كيجي اصلا حتى للصباح، وعنده خدمه عاديه 8 12 جوج 6. في ديك اللحظه غادي نتصدم من داك المنظر اللي غادي نشوف. الباب ديال الغرفه ديال الاعدام بدا كيتحل بشويه، كيتحل بواحد الطريقه اللي مرعبه وكتخلع ديال بصح بشويه، وداك الصوت ديال الباب بوحدو يقدر يسبب لك الفشله في رجليك حيت باب كبير وديال الحديد. المهم تحل واحد شي شويه ما تحلش كامل. انا وقفت من الكرسي ديالي وبديت كنحقق واش كنحلم ولا بصح هذا الشيء. لا ما يمكنش، اصلا الباب مسدود بقفل كبير. ديك المسافه بيني وبين الباب بصح طويله حيت انا في الاخر ديال الكولوار، ولكن الباب اون فاس معايا وكيبان ليا كلشي. غادي نشوف يد كتخرج بشويه من ديك الفتحه ديال الباب، يد كامله حمراء بحال تقول شي حاجه مغطسه يديها في الدم. بديت كنحك عيني وانا ما متيقش هذا الشيء، بدا داك الشيء كيبان شويه بشويه حتى خرج. كانت مرا كبيره شعرها حرش ولابسه اللبسه ديال الاعدام وواقفه بحال شي صنم مسمره بلاصتها، وفي الوجه ديالها واحد الابتسامه عريضه بزاف لدرجه سنانها باينين. بقيت كنقول في راسي لا 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 راه غير كنتخيل، ولكن علاش غادي نكذب على راسي؟ هي واقفه قدامي وكتشوف فيا عيني في عينيها. قلت لها اسمعيني وقفي بلاصتك ولا غادي نجبد السلاح ديالي. بدات كضحك واحد الضحكه ديال الشر، والاضاءه ديال الكولوار بدات كترعد بحال كتسني كيبغي يمشي للضو يعاود يرجع، بحال تقول دوك البلاص بغاو يتحرقوا. وبدات كتحرك بشويه وجايه لجهتي نيشان، كتمشي واحد المشيه اللي ثقيله بزاف وهي غاديه رجليها كطرسها في الارض وكتخلي موراها لاطراس ديال الدم بحال رجليها كينزفوا بالدم. هي حفيانه ما لابسه والو في رجليها، في كل خطوه مشاتها كتخلي موراها لاطراس ديال الرجل فيها الدم. بدات كتقربني شويه بشويه وانا مسمر بلاصتي وما قادرش نتحرك اصلا، بحال هي اللي محكمه فيا. كنحاول ندور ونهرب ولكن والو، مبلوكي بلاصتي. بدات كتقرب مني حتى وصلت حدايا، قلت نجبد السلاح ديالي ونخوي فيها ولكن والو، انا مسمر بلاصتي بحال شادني بوغطاط ما قادرش نتحرك، عيني اللي كيشوفوا بوحدهم. حتى وصلت حدا واحد الحيط ودخلت في داك الحيط، اخترقت الحيط. شنو هادشي؟ الجن هذا زعما ولا شنو هادشي؟ شنو هاد المصيبه هادي عاوتاني؟ عاد تما قدرت نحرك الجسم ديالي رجع كيما كان. مشيت لجهه داك الباب ديال ديك الغرفه ديال الاعدام، ولكن بصح كان القفل باقي بلاصتو، الغرفه مطرقه ما محلولاش. رجعت للبلاصه ديال العسه ديالي وجلست فوق الكرسي وانا غارق في التفكير. اصلا هادشي اللي شفت دابا كان بصح ولا غير كنتخيل؟ لا 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 ما يمكنش هادشي، غتخيلت 100% غتخيلت. اصلا هو الباب مسدود بالقفل، ما يمكنش هادشي. ولكن المصيبه اللي كبر من هادشي هي اصلا داك الحبس ديال الرجال ماشي ديال العيالات، يعني ما يمكنش اصلا امراه تدخل لهنايا. المهم انا ديك الليله كامله وانا عقلي خدام كيفكر في هادشي اللي شفت دابا حتى وصل الصباح. وجا السيد اللي غادي يرومبلاسيني، ما قلت له والو حيت واخا غادي نقول ليه غادي غير يضحك عليا ويقولها لصحابي الاخرين ويبقاو شادين فيا ومطلعين عليا. هذا النهار كان اخر نهار ليا في الخدمه حيت الكونجي ديالي وصل. زعما واش عادي هذا الحدث اللي وقع ليا جا مع الكونجي ديالي؟ ما فهمتش صراحه. المهم بدلت عليا حطيت سلاحي ولبستي وخرجت بحالي مشيت للدار. وانا غادي في الطريق الصوره ديال ديك المراه بقات ليا في دماغي ما باغاش تفارقني. وصلت للدار. بالنسبه للدار ساكن انا وخويا، والدينا ماتوا شحال هادي الله يرحمه، وحتى خويا خدام في واحد الشركه مفيكسي عنده الليل، ديما خدام هو الليل. حليت دخلت للدار وحطيت الصاك ديالي، قلت ندخل ندوش عليا نرتاح شي شويه نحيد هاد العيا. فتحت الرشاشه، مع حليت الرشاشه شفت في الارض ديال الحمام واحد الحاجه اللي صدمتني بالجهد، الخطوات ديال ديك المراه اللي فيهم لاطراس ديال الدم كاينين عندي في الحمام.
شنو هادشي زعما؟ شنو هاد المصيبه هادي اللي تابعني في حياتي؟ تبعتني حتى لهنا. شويه دازت واحد الحاجه حمراء بواحد السرعه من حدا الباب ديال الدوش، دازت بواحد السرعه اللي كبيره بزاف. انا عيني شدات غير الحموريه صافي. انا قلت هادي 100% هي اللي تبعتني لهنايا. شنو بغات مني؟ درت عليا الفوطه وخرجت نشوف شنو هادشي. بقيت كنقلب في الدار ما لقيت والو. قلت نشوف نتبع دوك لاطراس ديال الدم فين غاديين. بديت تابعهم حتى وصلت للكوزينه. حنايا ساكنين في واحد السفلي مظلم ما كيبان فيه والو حيت ما عندوش سراج من برا. ضروري خاصك تشعل الضو باش تشوف شنو كاين. شعلت الضو ديال الكوزينه وغادي نلقى نفس المراه اللي شفت في الحبس جالسه على الارض ومتكيه على الحيط وجالسه كتمتم شي كلمات وكتهز راسها بحال هكذايا. نخليكم نتوما اللي غادي تحسوا بداك الاحساس اللي حسيت به في ديك اللحظه. انا غنسمر بلاصتي وما عارف لا واش نهرب ولا نغوت ولا شنو ندير. عاوتاني جاتني نفس الحاله، الجسم ديالي تجمدت بلاصتي بحال شتني فوق الطاط، عيني اللي كيشوفوا. بدات كاني كدور راسها بشويه اللي عندي ديك الدوره ديال الرعب، وجها فيها ديك الابتسامه المرعبه اللي كتخلع، نفس الابتسامه ديال الحبس. كتحس بحال وجها فيه تعبير واحد، هو ديك الابتسامه الغريبه، عينيها مطرطقين في عينيا. الشكل ديالها ما فيه ما يتوصف، باختصار كيخلع بكل ما تحمله الكلمه من معنى. بدات كتحرك ووقفات وغوتات واحد الغوته يا ربي السلامه، لدرجه الجسم ديالي طلق من داك البلوكاج اللي كان فيه. دخلت البيت النعاس وسديت عليا. تخيلوا معايا بكثره الخوف دخلت تحت الناموسيه ديالي. شويه الضو ديال الدار تقطع كامل، بديت كنسمع صوتها كتمتم وكتمشى وسط الدار، والصوت غادي وكيقرب مني شويه بشويه حتى وصل الصوت لحد الباب ديال البيت فين مخزون انايا. غادي وكيقرب شويه الضو رجع دقه وحده. مع رجع الضو نظرت لقيتها حدايا معايا تحتي في الناموسيه. نطت وانا كنتفتف وكنترعد غير باش نهرب. خرجت بالزربه من الدار، خرجت كاع للزنقه، خرجت بالفوطه ديال الدوش بكثره الخلعه واخا كاين البرد. خرجت حتى الدار وصنت على خويا، قلت لي ضروري تجي دابا عندنا مشكله كبيره في وسط الدار. بديت كنتسنى حدا الدار. تخيلوا كنساين في داك البرد غير بفوطه وانا عريان، واخا راه البرد الموت ديال البرد. لقاني في ديك الحاله مالك بنادم شنو كاين؟ خلعتيني عليك. عاودت له كلشي صراحه مات عليا بالضحك. من نيتك اخونا زعما خدام في الحبس ما تيقنيش. وقال لي يلا نشوف هادشي اللي كتقول، نشوف هاد المراه اللي كتخلع. قال لي فين هو الدم هذا وهاد المراه اللي كتخلع فينا هما؟ قلت له انا شفتها بعيني، واش ما تيقنيش؟ واش انا غادي نخرج حدا الباب بالفوطه في هاد البرد هذا بلا سبب؟ قبل ما نكمل قال لي شوف انت سنوات هادي وخدام في الحبس حدا داك الباب ديال الاعدام، حاجه عاديه اللي تحلم باحلام ويجيب كوابيس اللي كتخلع. قلت له اخويا راه ما كنتش كنحلم، هذا الشيء راه شفتو في الدوش وكلشي شفتو بعينيا. قال لي واش فاش دخلتي للدار حيتي صباطك بعدا ولا دخلتي به؟ شنو هاد لاطراس ديال الغيس اللي معمرين الدار؟ عفستي على كلشي. دوك الخطوات ديال الدم تحولت للتراب، بحال راه انا اللي درت هادشي عنوه باش نقول بخويا. انا ما فهمتش شنو هادشي. المهم قال لي اخويا جمع الروينه هادي اللي درتي، انا ندير شي حاجه ناكلوها بالزربه. وصل الليل دخلت الناس، صراحه كنت مهلوك بزاف بالخصوص بسبب هادشي اللي وقع لي اليوم. انا وخويا كنعسو في نفس البيت. بالليل ضربتني الفيقه، لقيت خويا ناس حدايا وعاطيني بالظهر. شفت في تليفوني لقيت الساعه مشى عليا الحال لخدمته. شعلت الضو اللي حدايا وبديت تنفيقو. نوض راه مشى عليك الحال. هنا كانت الصدمه. ماشي خويا هذا اللي ناس حدايا، هي شنو بغيتي مني؟ بعدي مني. بقات تابعني ديك 15 يوم كامله ديال الكونجي، ما بغاتش تفارقني حتى رجعت لخدمتي في الحبس. وبديت كنسول على القصه ديال شي سيده دازت هنايا في الحبس. وبالفعل عاود لي واحد السيد كبير وقديم عليا انا في الحبس، قديم بزاف. قال لي هاد المراه هي الوحيده اللي تعدمات في هاد الحبس ديال الرجال، وكل عام روحها كتخرج من ديك الغرفه ديال الاعدام في النهار اللي تعدمات فيه. وبنادم اللي شافها كتبقى تابعها واحد المده ديال الوقت عاد كتبعد منه. ومن هنا العام عاوتاني كيف ما العاده روحها غادي تخرج في داك النهار اللي تعدمات فيه من ديك الغرفه ديال الاعدام.